السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من كورة كل يوم. وقرب نهائي كأس مصر 2023 الأهلي والزمالك في استاد هايد بارك بالرياض. أول كلامنا وخير الكلام صلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحمنا وارحم مشايخنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لإمامنا وشيخنا الكبير الشيخ أسامة عبد العظيم محمد حمزة، اللهم ارحمه رحمة واسعة. اللهم اغفر لأخي وصديقي محمد حسين منصور وزة، اللهم ارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم القدس في حفظك وأمانك. اللهم انصر إخواننا المرابطين في فلسطين وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. طلبنا حكام صفوة جابوا لنا هفوة. أندرسون دارونكو البرازيلي يدير لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر. كهربا يزين قائمة الأهلي. مارسيل كولر يذاكر جوميز مدرب الزمالك. وليد دعبس والرد على ناصر ماهر. أول كلامنا هنتكلم النهاردة على حكام لقاء القمة. البرازيلي أندرسون صاحب ال 43 سنة الذي لم يحكم في نهائيات كأس العالم في 3 دورات متتالية، الذي لم يقوم بالتحكيم في كوبا ليبرتادورس سوى في مباراة واحدة، وهو حكم ليس من حكام الصفوة. خدعونا وقالوا لنا هيجيبوا لنا صفوة من ال5 الدوريات الكبرى، ولكن يبدو أن ما صرح به بالأمس عمرو أديب أن الزمالك هو بطل كأس مصر. يبدو أن الأمور قد جاءت من الكنترول. البرازيلي أندرسون درانكو تحقيق من النيابة 3 مرات. البرازيلي أندرسون دارونكو اعتراض من بيرو على حكم اللقاء في أثناء مباراتها أمام أوروجواي، وعدم احتسابهم هدف صحيح لصالح بيرو عقب تخطي الكرة خط المرمى، ووجود الصافرة العين الذكية اللي موجودة في الكرة، الشريحة الذكية اللي كانت موجودة في الكرة التي أطلقت الصافرة ولم يحتسب الهدف. 90 دقيقة هي زمن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر. من البرازيل سوف يشاهد ذلك اللقاء؟ حكم عمره 43 سنة متبقي له 2 على الاعتزال، فاضل له 2 على الاعتزال. حكام مشبوهين، ويبدو أن تأثير الحكام سوف يكون أقوى من تأثير الحكام المصريين. ده الوعد اللي توعدوه مجلس إدارة الزمالك وحسين لبيب في الفوز بكأس مصر، ده اللي هنشوفه في قلب المباراة. بس احنا من هنا بنطلق التحذير أن الحكم قد يحوم حوله الشبهات. قلنا ونبهنا من دلوقتي عشان لما يجي يحصل في قلب مباراة أمور يبقى الأمور متوقعة، ونتمنى أن يكون ظنوننا تخيب، وأن يكون حكم اللقاء جيد ويدير اللقاء بجودة وعدالة متناهية على الجميع، حتى لو كانت على النادي الأهلي، طالما أن لاعبي النادي الأهلي قد أخطأوا فيستحقوا العقاب. جلسة ما بين أكثر من فرد في الجهاز الفني للنادي الأهلي وما بين اللاعبين وإمام عاشور، لتنبيه إمام عاشور أن هذه المباراة سوف تكون المباراة الأولى التي يلعبها أمام فريقه السابق نادي الزمالك، وسوف يرتدي التيشيرت الأحمر أمام التيشيرت الأبيض. وتنبيهات على إمام عاشور بعدم الانسياق وراء النرفزة اللي هيشوفها من نبيل عماد دونجا خاصة، وأشرف رؤى وعمر جابر، والاستفزازات التي سوف يواجهها من جماهير نادي الزمالك. ولكن المباراة تقام في الرياض في المملكة العربية السعودية. أعتقد أن جماهير اللقاء لن تخرج على النص بسباب جماعي أو سباب شخصي، لأنه يوجد كاميرات ويوجد مراقبة، ولا يوجد عامر حسين الذي يقوم بإجراء غرامة فقط 20,000 جنيه دون التأثير على الجماهير. لكن يوجد كاميرات مراقبة
أي فرد من الجمهور سوف يخطئ يتم المعاقبة والحبس والسجن في المملكة العربية السعودية. وسام أبو علي، وعندي 3 مصابين في النادي الأهلي وهم وسام أبو علي بشد في الخلفية، أحمد نبيل كوكا على مستوى الضلوع والثقل في التنفس، وكريم ندفد على مستوى الساق اليمنى وشد في الخلفية والسمانة. مارسيل كولر سوف يصطحب جميع المصابين لأنهم قد يكونوا جاهزين أثناء المباراة. في تعليمات وفي كلام الدكتور بيقولوا لو عايز تخلي وسام أبو علي معاك في القايمة ما تبدأش بيه المباراة وخليه معاك على دكة الاحتياط، لأن لما بيبدأ المباراة بيكون اللعيبة كلها في كامل قوتها، انما لما تنزل لعيب في الشوط الثاني على لعيب مجهد وخسر نص قوته وفاضل عنده النص الثاني، فده بيأثر عليه بدنيا وبيخلي وسام أبو علي يقدر ان هو يتحرك بقوة. مع محمود عبد المنعم كهربا، هل يكون هو قائد النادي الأهلي في هذه المباراة على مستوى رأس الحربة؟ تشكيل النادي الأهلي المتوقع: في حراسة المرمى مصطفى شوبير حارس عرين مصر القادم إن شاء الله. باك يمين محمد هاني. قلبين الدفاع رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم. باك شمال علي معلول، وبديله على الدكة عمر كمال عبد الواحد. منتصف الملعب مروان عطية، إمام عاشور، واحد من 2 عمرو السولية أو أكرم توفيق أو كريم ندفد حسب حالتهم البدنية والفنية ودرجة الإصابة التي يعانوا منها. الثلاثي الأمامي: على الشمال حسين الشحات، وعلى يمين بيرسي تاو، وفي الأمام محمود عبد المنعم كهربا أو وسام أبو علي. الأوراق الرابحة اللي قد يستعين بيهم مارسيل كولر أثناء اللقاء: أكرم توفيق على مستوى التدعيمات الدفاعية وخط المنتصف، كريم فؤاد على مستوى الجانب الأيمن، رضا سليم على مستوى الجانب الأيسر، وسام أبو علي وأنطوني موديست على مستوى الهجوم في حالة البدء بكهرباء والعكس. يعني ثلاثي الهجوم أي واحد منهم هيبدأ هيكون الاثنين التانيين اللي موجودين معاه بدلة. مارسيل كولر ظهرت له صورة على الإنترنت ومن خلفه اللابتوب وبه مباريات الزمالك وأبو سليم الليبي، ويذاكر اللقاء ويذاكر طريقة لعب جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك. لكن يبدو أن طريقة لعب جوزيه جوميز لسه ما اتطبقتش مع اللعيبة، فاللي انت بتشوفه ده ممكن يكون فيه مفاجآت أو خطط جديدة تكون موجودة معاه، لكن مارسيل كولر يذاكر ويتنبأ بما سوف يفعله نادي الزمالك. التشكيل المتوقع لنادي الزمالك على ما اعتقد ان هيكون بدايه حراسه المرمى هيكون محمد صبحي على حساب محمد عواد، لان جوزيه جوميز بيدي للعيبه صغار السن وعايز يصغر الاعمار اللي موجوده في نادي الزمالك. على مستوى الباك اليمين حمزه المسلوسي وحسام عبد المنعم، وفي الناحيه الشمال احمد ابو الفتوح، ومش عارف هيحط مين باك يمين، غالبا هيدي مصطفى الزناري الباك اليمين لأن حمزة المسلوسي أجاد في مركز الاستوبر. قلبين وسط الملعب هيكون محمد أشرف رؤى ونبيل عماد دونجا، على شماله غالبا ناصر ماهر، وعلى يمينه عبد الله السعيد. الثنائي الهجومي أحمد سيد زيزو وناصر منسي سوف يكون على حساب سيف الدين الجزيري. ده غالبا سوف يكون تشكيل نادي الزمالك، وعنده على الدكه هيكون في شيكابالا، هيكون في يوسف اوباما، هيكون في سيف فاروق جعفر، هيكون معاه لعيبه كتيره. لكن الزمالك سافر وساب ياسر حمد الصفقه الجديده، وساب ابراهيم نضاي المصاب، ومعاه سامسون اكينولا. نسيت اقول ان سامسون اكينولا موجود مع البعثه الموجوده في الرياض. ماذا يخبئ مارسيل كولر من مفاجآت لفريق نادي الزمالك في تلك اللقاء؟ وماذا يخبئ مارسيل كولر لجماهير الكرة المصرية عامة سواء أهلاوية أو زملكاوية من مفاجآت لهم سوف يشاهدوه في لقاء الزمالك؟ آخر مباراة ما بين الأهلي والزمالك كانت في الدوري العام الموسم الماضي وانتهت برباعية مقابل هدف، وكان لقاء الدور الأول انتهى بثلاثية نظيفة. النادي الأهلي كعبه عالي على نادي الزمالك، والنادي الأهلي هو الأفوق والأعلى فنيا وبدنيا ونفسيا والأقرب
إذا مارسيل كولر يجهز للفوز بتاني بطولة في هذا الموسم عقب فوزه بكأس السوبر المصري وخسارته بكأس السوبر الأفريقي وخسارته لكأس العالم للأندية وحصوله على المركز السادس. مارسيل كولر يتمنى عودة الانتصارات والفوز والتحقيق البطولات للنادي الأهلي مرة أخرى. النادي الأهلي وفي انتظاره ما يقارب من 4 مليون ونصف ويتعدى ذلك قليلا. إذا فاز النادي الأهلي بكأس مصر سوف يتحصل على $1,000,000. إذا استطاع النادي الأهلي الوصول للمباراة النهائية في كأس أفريقيا والفوز بالبطولة سوف يتحصل على $4,000,000 أيضا، مما يصل بالنادي الأهلي على نهاية شهر مايو إلى $5,000,000. بنتمنى من اتحاد الكرة المصري إنه يعيد النظر في جوائز بطل الدوري. مش معقول ان بطل الدوري اللي بيلعب 34 مباراة في 34 اسبوع يحصل على $1,000,000 فقط لا غير، وان بطولة الرابطة البطل بتاعها بيحصل على $1,000,000 ايضا. لابد من رفع حدود الفائز في دوري الممتاز، وما ينفعش ان كاس مصر اللي اتلعب في السعوديه السنه دي في الرياض يكون جوائزه اعلى من جوائز بطل الدوري اللي الناس بتتحرق فيه طول الموسم. وليد دعبس في حوار مع محمد شبانه على قناه LTC والرد على اكاذيب ناصر ماهر اللي طلع وقال انا ماشي من فيوتشر وليا وسايب له فلوس. وليد دعبس طلع وقال عيب عليك، انت اصلا ما كنتش ملتزم معايا في قلب الفرقه، انت عليك 350,000 جنيه وانا هقاضيك وهطالب بتعويض على اكاذيبك في الاحاديث التي قمت بالادلاء بها لمحمد شبانه. واتكلم على حاجات كتيره ان انت رفضت السفر مع فيوتشر لمواجهه الهلال الليبي في دوري الكونفدرالية، في دورة أبطال الكونفدرالية، ورفضت السفر وأضعت على فيوتشر والكثير من المباريات، وأنت لعيب غير ملتزم وأنك كاذب ولا تقول إلا الحقيقة، وأنت ولا زملكاوي ولا أهلاوي، أنت تبحث عن مصلحتك فقط لا غير. أحد لاعبي النادي الأهلي الموجودين في فيوتشر صرح وقال أن ناصر ماهر يكن لكل ما هو أهلاوي الحقد والغل الدفين في نفسه، وهذا ما سوف نراه في مباراة الأهلي والزمالك القادمة إذا كان ناصر ماهر أحد أضلاع أو أطراف المباراة وأحد أعضاء فريق نادي الزمالك المشارك في اللقاء. بس دي نقطة على ما أعتقد إن هي هتكون صعبة على ناصر ماهر، لأنه هو نازل وعايز يثبت نفسه قدام الأهلي وعايز يلعب بغل وهيجري يمين وهيجري شمال. بس بتمنى إن يتم تحليل المنشطات قبل وبعد المباراة، لأنه يوجد لاعبون لا يشاركون في البطولات الأفريقية وهم ناصر ماهر، عبد الله السعيد لا يشاركون في البطولات الأفريقية، وأتحدى أنهم سوف يكونوا يتعاطوا منشطات أثناء لقاء الأهلي والزمالك القادم في نهائي كأس مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية، والمباراة مذاعة على قناتي اون تايم سبورت وMBC مصر وSSC صاحبة حقوق البث في السعودية. حسام حسن واختيار ل 52 لاعب قائمة مبدئية، بس تم إذاعتها في قائمة ظهرت كده على النت ب 52 لاعب منهم 8 حراس مرمى. تخيل يا مؤمن ان 8 حراس المرمى اللي تم اختيارهم ما فيهمش حارس مرمى النادي الاهلي مصطفى شوبير اللي محافظ على كلين شيت في 3 مباريات في افريقيا امام شباب بلوزداد 0-0، امام مدياما الغاني 1-0 لصالح النادي الاهلي، امام يانجا افريكانز في القاهره 1-0 لصالح النادي الاهلي، وتصدي ل7 كرات اعجازيه، ولا يكون موجود ضمن قائمة المبدئية ب8 حراس مرمى موجودين من ضمن 52 لاعب تم اختيارهم للمنتخب. بس حسام ابراهيم حسن قال ان مفيش اسماء هيتم اعتمادها غير اللي تسمعوها من لساننا احنا، واحنا اللي بنختار واحنا اللي بنقرر. هل يكون سعفان الصغير له دخل لكره كل ما هو اهلاوي؟ هذا ما سوف نعرفه خلال نشر قائمة لاعبي المنتخب القومي المشاركين في الدورة الودية الدولية
خلال شهر مارس ابتداء من 12/3 حتى 28/3. هذا ما سوف نعرفه في الأيام المقبلة. محمد عبد المنعم وحكاية العرض الفرنساوي. يوجد فريق ستراسبورج الفرنسي. فريق ستراسبورج الفرنسي مهتم بمحمد صلاح ويريدون شراؤه في نهاية الموسم ب3 مليون يورو لصالح النادي الأهلي، على اعتبار أنه سوف يكون متبقي له في عقده موسم واحد فقط لا غير. النادي الأهلي يأمل إلى بعد عقب مباراة نهائي الكأس بتجديد المفاوضات مع محمد عبد المنعم وتجديده حتى 2029، حتى يقوم النادي الأهلي بتسويقه مستقبلا بسعر يضاهي قيمة محمد عبد المنعم اللاعب الجوكر في فريق النادي الأهلي. خلصت حلقتنا، ما خلصتش أخبارنا، واستنونا كل يوم في جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.